السلام عليكم أيها الأفاضل، طبتم وطاب سعيكم وبلغتم من الجنة منزلا. ستكون الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مطالبة أكثر من أي وقت مضى بضرورة حسم ملف موهبة نادي موناكو إلياس بن صغير، إقناعه باللعب مع المنتخب المغربي في الوقت الذي تسعى فرنسا بكافة الوسائل استمراره في صفوف صغار الديكة. شاب واعد بمستقبل واعد، أبهر اللاعب إلياس بن صغير الملايين من المتابعين عندما قاد فريقه موناكو لتجاوز عقبة أوكسير، فصاحب 17 ربيعا قاد فريقه لتحقيق الانتصار ب3-2 عندما سجل ثنائية الأربعاء الماضي أكد من خلالها أنه يملك مؤهلات تقنية وبدنية جد محترمة. فرغم حداثة سنه إلا أنه قدم مؤشرات أنه سيكون لاعبا فريدا من نوعه. ستكون الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مطالبة باستغلال تألق الأسود الأطلس مؤخرا في نهاية كأس العالم قطر 2022 من أجل فسح المجال أمام بن صغير للعب مع بلده الأصلي، فلا يمكن أن يتم ترك هاته الموهبة في الفترة الحالية دون فتح قنوات التواصل معها وجلبها للعب مع المغرب الذي بات يهتم في السنوات الأخيرة باللاعبين المغتربين الذين ترعرعوا بأوروبا. بعدما قدم إلياس بن صغير أوراق اعتماده رفقة موناكو بعمر 17 سنة فقط، فإن العديد من وسائل الإعلام الفرنسية تنبأت أنه سيخلق الحدث في الفترة المقبلة، لذلك قد يسير الشاب الصغير على خطى مواطنه بلال الخنوس الذي فضل تمثيل المغرب على حساب بلجيكا رغم أنه يبلغ من العمر 18 سنة فقط.